هاد البنت سميتها نانسي، واليوم شاده الطريق للمكسيك باش تبحر وتلعب الرياضه ديال ركوب الامواج. ولكن هاد النهار اللي غادي تدوز هو اكفس نهار في حياتها، وهي في الطريق بدات كتشوف التصاور ديال ماماها وكتفكرها حيتاش يلاه ماتت العام اللي داز. ولكن الشيفور قال لها خليك من التليفونات وشوفي المناظر الطبيعيه وسقي عويناتك. اجي بعدا علاش بالضبط اختاريتي هاد البحر؟ راه قليل اللي كيجي يعوم فيه واصلا مازال ما معروفش. قالت له هاد البحر كارلوس كانت ماما هي اللي كتجيبني ليه وانا مازال في كرشها، وهي اللي عطاتني النعس ديالو. داكشي علاش بغيت نجي ليه باش ندير ليها الذكرى السنويه. شويه صاحبتها غادي تصيفط ليها واحد الميساج وقالت ليها بلي ما غاديش تقدر تمشي معاها اليوم للبحر حيتاش البارح بالليل تلاقات واحد خونا في لوطيل وشربوا بزاف. وخا نانسي ما كانتش كتبغي تمشي شي بلاصه بوحدها، قررت باش تحدى راسها وتمشي حيت صاحبتها خوات بيها. المهم كارلوس غادي يوصلها وما بغاش يتخلص منها. قال لها اصلا جبتك في طريقي، انا ساكن غير قريب من هنا، ولكن قولي لي في العشيه شكون اللي غادي يوصلك؟ ما تحتاجيش نمرتي زعما. قالت له كارلوس وصلتيني وسير الله يرضي عليك، في العشيه غادي تجي صاحبتي وغادي توصلني. وغير مشى بحالو حيدات حوايجها وبدات كتوجد اللوح ديالها باش تنزل تعوم. وهنا غادي تبدا السعاده بالنسبه ليها. البحر كان واعر والماء ديالو صافي، حتى غادي يشوف جوج ديال المكسيكيين كيعوموا حداها، وواحد فيهم كان لابس واحد الكاميرا وغادي ينصح نانسي باش ما تعومش عكس التيار. انا نانسي غادي تشكروا على النصيحه وغادي يتعرفوا على بعضياتهم وغادي يعرفوا بلي نانسي من الامريكان وبالضبط في ولايه تكساس. انا غادي يسولوها كيفاش حتى عرفتي هذا البحر، راه بزاف ديال المكسيكيين وما كيعرفوش. انا نانسي غادي تقول له بلي الام ديالها هي اللي نعتات ليها هذا البحر، وسولاتهم واش كاين شي حاجه خطيره في هذا الشاطئ خاصها تفاداها. قالوا ليها اولا كاين بزاف ديال الصخور خاصك تردي ليهم البال، ثانيا كل يومين كتجي واحد الموجه كبيره تقدر تلوحك الا كنتي وسط البحر، غير تشوفيها خاصك تخرجي من البحر وتفادايها. واخر حاجه هي شعوب مرجانيه كتلسع بحال قناه ديال البحر، خاصك تردي البال باش ما تصدميش عليها. انا نانسي غادي تشكرهم ودعاتهم مشات باش تكمل التزلج ديالها. ومن بعد مده غادي يتبعوا هذاك الشباب وغادي يبقاو كيتزلجوا معاها وغادي يدوزوا وقت زوين مع بعضياتهم. ومن بعد خرجت نانسي من البحر باش ترتاح وخدات واحد التفاحه. شويه غادي تتصل بها اختها ابي الفيديو وكانت متحمسه بزاف وهي كتهضر معاها وكتوريها البحر. شويه غادي يجي الاب ديالها وغادي ياخذ التليفون من اختها باش يهضر معاها، وغادي يبان من هضرتهم بلي نانسي باغا تسمح في الكليه ديال الطب بسبب الموت ديال الام ديالها، وبلي هاد الفتره كتحس بالاحباط وما قادراش تكمل القرايه. انا الاب ديالها غادي يشجعها وغادي يحاول يخليها تراجع على القرار ديالها، وبدا كيطلب منها باش ما تستسلمش بسهوله، وقال لها بلي خاصك تكوني عنيده بحالك بحال الام ديالك، وبلي الا رجعتي للكليه الام ديالك غادي تكون فخوره بك. ولكن نانسي غير سمعت الام ديالها غادي تقلق وقالت له ما بغيتش نهضر في هذا الموضوع حاليا. ومن بعد قطعت عليه التليفون وقررت باش تمشي تكمل العومان، وما رداتش الباب اللي صاحبتها صيفطات ليها واحد الميساج وقالت لها بلي ما تقدرش ترجع لعندها في العشيه باش توصلها حيت غادي تخرج مع داك الشاب اللي تلاقاتو البارح في لوطيل. انا ناسي غادي تبقى كدوز الوقت في البحر وكتستمتع بوقتها. شويه غادي يدوزوا حدا هذاك الشباب اللي كانوا كيعوموا معاها وقالوا ليها بلي الوقت مشى وكنصحوك باش تخرجي من البحر، وهي قالت لهم بلي غادي نضرب اخر موجه وغادي نخرج بحالي، وشكراتهم على النصيحه وقالت لهم نتلاقاو غدا ان شاء الله. ولكن في هذه اللحظه ما وصلت حتى شي موجه باش تركب عليها، وهي كتسنى غادي يبانوا ليها بزاف ديال الدلافين كيعوموا حداها. عجبها الحال وبقات كتلعب معاهم وكتعوم حداهم حتى غادي تلقى قبالتها واحد الحوت كبير ميت في البحر، وغادي تكون الجثه ديالو كطفي فوق الماء وحدها بزاف ديال الدم وبزاف ديال الطيور كياكلوا من الجثه ديالو. انا ناسي غادي تخاف وقررت باش ترجع بحالها وتركب اخر موجه، ولكن ما رداتش البال بلي كان واحد القرش كيتحرك حداها، وفاش ركبت داك الموجه غادي يقرب من هذاك القرش وغادي يهرس ليها اللوحه ديال التزلج وغادي يطيحها في الارض. انا ناسي غادي تبدا كتكور وكتضرب راسها في الصخور، ولكن قدرت تسيطر على راسها وبدات كتقاوم وبدات كتعوم حتى طلعت لسطح البحر وبدات كتحاول باش توصل للوحه ديال التزلج باش تخرج من تما. ولكن على غفله غادي يهجم عليها القرش وغادي يعضها من رجليها، وهي بدات كتحاول تتفاداه ولكن البحر كله عمر بالدم ديالها. واخا هكاك غادي تقدر تهرب منه وغادي تطلع فوق الجثه ديال داك الحوت الميت، وملي طلعت غادي تبقى كتبكي وكتقصح بسبب داك العضه. وفاش طلعت على الشاطئ غادي تلقى داك الشباب ركبوا الطوموبيل ديالهم ومشاو بحالهم، وحياه ما تعيط لهم باش يعاونوها حتى شي واحد ما سمعها حيت كانوا بعاد عليها بزاف. انا ناسي غادي تفقد الامل وقررت باش تعتمد على راسها باش تخرج من هذا المحنه، ولكن ما غاديش يدوز بزاف ديال الوقت حتى غادي تشوف بلي ما كيشرد داك الجثه لداخل، وإلا بقات فوق منها غادي تلقى راسها في قاع البحر. شويه غادي تشوف ناسي قبالتها واحد الصخره، ومن موراها غادي تشوف القرش جاي بسرعه كبيره باش يهجم على الجثه ديال الحوت، ومباشره غادي تنقص قبل ما يهجم القرش على داك الجثه، وبقات كتعوم باقصى سرعه حتى وصلت لداك الصخره. ولكن وهي طالعه غادي تصدم على داك الشعاب المرجانيه وغادي تلسعها في رجليها. انا ناسي غادي تشوف داك الجرحه كبيره وربطاتها باش ما تبقاش كتنزف، ولكن واخا هكا كانت مازال كتقصح، واخا كيضرب فيها غير الماء ديال البحر كيوجعها وجليها كانت مازال كتنزف. داكشي علاش قررت باش توقف النزيف وتسد داك الجرح، وهادشي حيت هي كانت كتقرا في الكليه ديال الطب وكتعرف تتعامل مع هاد الحالات. ولكن المشكل اللي عندها دابا هو ما عندهاش الادوات الطبيه. انا غادي تجيها واحد الفكره، حيدات السلسله ديالها اللي كانت ماضيه وجبدات الحلقات ديالها وبدات كدير بهم الغراز، ولكن ما كانش عندها البنش وكانت كتقصح بزاف. داكشي علاش بقات كتصبر راسها غير بالهضره وكتقول باللي غير واحد المده صغيره وما غادي تبقى تحس حتى شي حاجه. ومن بعد ما سالات غادي تشد الحوايج ديالها وغادي تربطهم على الجرح وجلسات باش ترتاح شويه حتى غادي تلقى راسها نعسات، وبالليل غادي تضربها الفيقه وغادي تلقى الليل طاح. غادي يجيها البرد وقررت باش تحيد الجاكيطه اللي رابطه
بها الجرح وتلبسها، ولكن المشكل الا خلات رجليها يبردوا غادي تورم داك الجرحه وغادي تعفن. داكشي علاش جاتها واحد الفكره، قطعت الكم ديال الجاكيطه ودارتو على داك الجرحه باش تبقى سخونه، وهي لبسات الجاكيطه باش ما تبردش، وهكا حلات المشكل. ولكن ملي نعسات غادي تجي واحد السلطعونات صغيره وغادي تبدا كتعضها. انا ناسي غادي تنوض وغادي تقتلهم، ولكن ملي حسات بالجوع قررت باش انها تبرك على نفسها وتاكلهم. في الاول كانت متردده، ولكن بكثره الجوع قررت باش انها تغامر، ولكن غير كلاتها ما غاديش يعجبها المذاق ديالها وغادي تردها بالزربه. فهاد اللحظه غادي تلقى واحد الطائر ديال النورس مجروح حتى هو جالس حداها، عطاتو داك الحشره باش ياكلها وبقات جالسه مونسه به وكتهضر معاه. شويه غادي تشوف قبالت هذاك اللوح ديال التزلج ديالها، ولكن كان بعيد عليها بواحد المسافه. انا قررت باش تاخذ اللوح ديال التزلج ديالها وترجع للشاطئ بالزربه. داكشي اللي كان، نزلت للبحر غير بشويه وبدات كتعوم باش تاخذ اللوح ديال التزلج ديالها، ولكن ما كانتش عارفه باللي ملي نزلات الرجل ديالها بدات كتنسف بالماء، وداك السمكه ديال القرش شمات الريحه ديال الدم وبقات تابعاها. انا ناسي غير شافت السمكه ديال القرش جايه لعندها غادي تهرب بالزربه، وقررت باش ترجع لداك الصخره مره اخرى، ولكن ملي طلعت غادي تزدح على رجليها وغادي تقصح من داك الجرحه. شويه ناسي غادي تشوف واحد خونا ناعس في الشاطئ، بدات كتعيط له باش يعاونها، واخيرا غادي يسمعها وغادي ينوض. ولكن المشكل هو انه غادي يكون سكران وشارب بزاف ديال الخمر، وبطبيعه الحال هي ما كانش عارفاه باللي شارب. بقات كتشير له من بعيد وكطلب منه باش يعاونها، وهو غير كيشوف فيها وكيشير ليها حتى هو وكيضحك. انا بدات كتشير له على الشنطه ديالها من بعيد باش يجيب التليفون ديالها ويتصل بالاسعاف، وهو غادي يقول ليها كيفاش ناخذ التليفون، شكرا الله يرضي عليك. غادي يمشي وغادي يهز الشنطه ديالها وهز التليفون والفلوس، وغادي يشير ليها وغادي يقول لها شكرا. انا ناسي غادي تبدا كتغوت عليه وكطلبوا باش يرجع ويعطيها التليفون، ولكن هو غادي يفهمها غلط وغادي يقول لها يا حتى اللوحه ديال التزلج، واخا انا غادي ندخل ناخذها، شكرا الله يعطيك الخير. وهو نازل للبحر باش ياخذ اللوحه ديال التزلج غادي تبدا كتغوت عليه وكتقول له بلا كاين واحد القرش لداخل، ولكن هو ما غاديش يسمع ليها. شويه غادي تشوفو غبر ما بقاش كيبان، حتى غادي تشوف القرش هزو للسما وغادي ياكلو، وملي خرج للشاطئ غادي تشوف الجثه ديالو مقسومه على زوج. انا ناسي غادي تصدم لهذا المنظر وغادي تبدا كتبكي، وبالليل غادي تنعس، وملي فاقت في الصباح غادي تلقى باللي بقات غير 12 ساعه وغادي تجي اكبر موجه، ولكن على غفله غادي تلقى داك الشباب اللي عاموا معاها البارح نازلين باش يعوموا حتى هذا النهار. مع ناضت غادي تبدا كتغوت ليهم وكتقول لهم يخرجوا من البحر بالزربه حيتاش القرش غادي ياكلهم، ولكن هما ما غاديش يتيقوها وقالوا لها بلي هما ولاد هذه المنطقه، وبلي هذيك اكثر من عام هما كيعوموا في هذه البلاصه وعمرهم ما شافوا شي قرش، حتى غادي يحنتهم داك سمك القرش وغادي ياكل فيهم واحد. اما الثاني اللي كان لابس الكاميرا غادي يبقى هارب، وداك الكاميرا كتصور كل شيء، وهو كيحاول يهرب. غادي تعيط ليه ناسي وطلبات منه باش يجي لعندها الصخره، وفاش وصل غادي تمد ليه يديها باش تعاونو، ولكن على غفله غادي يبان القرش وغادي يجرو حتى هو وغادي ياكلو. من بعد ناسي غادي تبدا كتحسب الوقت وغادي تلقى بلي بقات ليها غير 3 ديال السوايع وغادي تضرب فيها داك الموجه، ولكن المشكل دابا هو الشمس كانت كتحرق. انا ناسي غادي تاخذ واحد الطرف ديال اللوحه ديال التزلج وغادي تغطي به الشمس، وغادي دوز الوقت وغادي تبقى ليها غير 25 دقيقه وغادي تضرب داك الموجه القويه، وناسي غير جالسه وما كدير حتى شي حاجه. شويه غادي تنوض وبقات كتهضر مع داك الطائر المجروح كما ديما، وملي شافت بلي الجناح ديالو مهرس قررت باش تفكو وتعاونوا باش يطير. على غفله غادي تشوف قبالتها داك الكاسك ديال داك خونا اللي فيه الكاميرا، وقررت باش تغامر براسها تمشي تشوف الكاميرا شنو سجلات، ولكن غادي تلاحظ بلي القرش كيعوم غير حداها، ولكن ملي شافت الساعه عرفات بلي تقدر تمشي تجيب الكاسك وترجع بلا ما يوصل ليها القرش. وبالفعل داكشي اللي دارت، نزلت الماء وبدات كتعوم باش توصل للكاسك، ولكن قبل ما تهز الكاميرا غادي يهجم عليها القرش، وفي اخر لحظه غادي تطلع للصخره قبل ما يعضها، وغادي تبقى فرحانه وكتضحك حيتاش اخيرا بقات عايشه. من بعد غادي تجبد داك الكاميرا وغادي تبدا كتفرج في الفيديوهات، وهي كتفرج غادي تلاحظ بلي داك القرش مضروب بواحد الحديده في فمه، وهي اللي مخليها كيدير هادشي هذا كامل وكيهجم على الناس، وهي كتفكر شي طريقه باش تخرج. غادي تفكر بلي ما بقى والو الموجه غادي تضربها. شويه غادي تشوف قبالتها واحد العوامه ديال الحكومه، وكانت دايرها الحكومه باش تحضر السفن بلي كاين تما بزاف ديال الصخور باش ما يدوزوش من تما. انا ناسي قرات باش تعوم وتوصل تما وتشد فيها باش واخا تضرب داك الموجه الكبيره تبقى شاده تما، ولكن قبل ما تنزل الماء جاتها واحد الفكره، شدات الكاميرا وبدات كتسجل واحد الفيديو وقالت فيه الاسم ديالها والعنوان فين ساكنه، وطلبات من اي واحد شاف هذا الفيديو يجي يعتقها. ولكن هنا تفكرات بلي داك البحر كابا معروف وبلي هذا الفيديو كامل ما عنده حتى شي فايده، داكشي علاش بدات كتصور واحد الفيديو اخر وكتعتذر فيه الاب ديالها واختها الصغيره، وقالت الاب ديالها بلي ما غاديش تستسلم وغادي تكون عنيده بحال الام ديالها، والا خرجت من هذه الورطه غادي ترجع لكليه الطب مره اخرى. ومن بعد غادي ترمي داك الكاميرا باش تخرجها البحر للشاطئ، ومن بعد هزات داك الطائر الجريح ودارته فوق اللوحه ديال التزلج باش يدفعوا البحر ويخرجوا حتى هو للشاطئ، ومن بعد غادي تودعوا وقررت باش تمشي وتواجه المصير ديالها. بعد اللحظه نانسي غادي تلاحظ بلي الموجه قويه قربات توصل، وحتى داك الصخره اللي كانت واقفه فيها بدات كتغرق بالماء، ولكن لسوء الحظ غادي تلقى سمك القرش كيدور من حداها، وحتى القناديل ديال البحر غادي يخرجوا. وواخا الوضعيه كانت صعيبه ما كانش عندها شي حل اخر، حسبت حد 3 وغادي تنزل، وبقات كتعوم وسط قناديل البحر وكتحاول باش تفاداهم، ولكن القناديل ديال البحر غادي يبقاو كيلسعوها وهي كتحمل الحريق وكتحاول باش تهرب، ولكن ملي دارت غادي تلقى القرش تابعها، والحوصل حتى هو غادي يبقاو كيقاصوا القناديل ديال البحر، داكشي علاش غادي تضرب الدوره. فهاد اللحظه غادي تستغل الفرصه وغادي تمشي بالزربه للعوامه، ولكن وهي طالعه في السلوم غادي تفلت يديها وكانت على ينطيح، حتى غادي تعتق راسها في اخر لحظه وغادي تطلع. فهاد اللحظه نانسي غادي تجلس باش ترتاح. شويه غادي تشوف واحد الباطو دايز بعيد عليها. انا قررت تفتح داك الصندوق اللي في داك العوامه، وهادشي حيت ديما كان فيه
داك الفردي ديال الشماريخ. مع فتحه الصندوق غادي تلقى بالفعل داك الفردي، ولكن الطلقات كلهم غادي يطيحوا في الماء. وملي هزات واحد الطلقه وضرباتها ما غاديش تشعل حيتاش كانت فازقه. انا غادي تنزل ناسي وغادي تهز واحد الطلقه واحده اخرى وغادي تبقى كتحاول تنشفها، وفاش ضربات وحده في السما غادي تطلع، ولكن لسوء الحظ داك الباطو غادي يكون داز وكاع ما شافوها. انا ناسي غادي تقلق وفقدات الامل. فهاد الوقيته واحد الطفل صغير غادي يكون تيلعب كره في الشاطئ، شويه غادي يشوف داك الكاسك اللي فيه الكاميرا، وهنا غادي يشوف داك الفيديو اللي سجلاته نانسي، وغادي ياخذ داك الكاميرا وغادي يمشي بالزرب لعند الاب ديالو باش يطلب المساعده. فهاد الوقيته نانسي غادي تكون رجليها بدات كتنزف مره اخرى، وانا القيش غادي يشم الريحه ديال الدم وغادي يحاول باش يهجم عليها، وهي غادي تبدا كضربو بداك الفردي ديال الشماريخ. شويه غادي تشوف واحد الكاس كيطفو فوق البحر وضربات بالفردي تما باش تشعل العافيه. داكشي اللي كان العافيه غادي تشعل في القرش، ولكن القرش غادي ينقز وغادي يتخشى في الماء عاوتاني، وغادي يهجم عليها وغادي يبقى كيحاول يطيح ليها داك العوامه باش ياكلها. وبالفعل ما مشى حتى طيحها في البحر، ولكن ملي حاول باش يهجم عليها غادي تدخل في العوامه مره اخرى. شويه نانسي غادي تلاحظ بلي كاينين واحد السلوكه ماضيين تحت البحر، داكشي علاش شدات في واحد السلسله ثقيله وبقات مهبطاها بسرعه كبيره في قاع البحر، وداك القرش غادي يبقى تبعها باش ياكلها. ولكن ملي وصلت لداك السلوكه الماضيين غادي تبعد في اخر لحظه، وغير غادي يوصل لهم القرش انا لله والدحمه. فهاد اللحظه غادي تلاحظ بلي الموجه وصلات وما كانتش قادره تعوم وتخرج من تما. فهاد الوقيته داك الطفل الصغير غادي يكون جاب الاب ديالو، ولحوز الحظ غادي يبان بلي الاب ديالو هو كارلوس الشيفور، وغادي يشيلو على البلاصه اللي فيها نانسي، وغادي يمشي بالزربه كارلوس باش يعتقها، ومن بعد غادي يبدا كيدير ليها الاسعافات الاوليه حتى غادي تفيق. انا نانسي غادي تفيق وغادي تلقى راسها اخيرا خرجت من داك الورطه، وغادي تطلع حداها وما كانتش مسيقه راسها بلي راها مازال عايشه، وغادي تشوف قبعتها داك الطائر اللي عتقاتو، وغادي يبان بلي الامواج خرجوه للشاطئ وبقى عايش. فهاد اللحظه غادي تشوف الخيال ديال الام ديالها وهي واقفه حداها وكتشجعها. من بعد غادي تدوز عام وغادي نشوفوا نانسي وهي مازال في نفس البحر، ولكن هاد المره كانت مع الاب ديالها واختها الصغيره، وغادي توجد راسها هي واختها الصغيره باش يدخلوا يعوموا. وقبل ما ينزلوا غادي يهضر معاها الاب ديالها وقال لها كانت الام ديالك مازال عايشه كانت غادي تكون فخوره بك. انا نانسي غادي تنزل هي واختها للبحر وغادي يبقاو كيديروا ركوب الامواج، وغادي تعيش نانسي في سعاده من بعد داك الكابوس اللي داز عليها. كانت هذه نهايه القصه. يعني معكم خوكم سيمبليكس، تهلاو.